ولادك ما يحبوش الشيفلور كيما درتيه ما يعجبهمش ويفيقوا للريحه. جربي هاد الوصفه راني متاكده ما راحش يشكوا فيه كامل. كروكات شيفلور بصوص بلانش بزاف بنين وبريزونطابل. جوزوا معايا تشوفوا الوصفه. عندي هنايا كميه من الشيفلور كنت ديجا نقيته وغسلته مليح وغليته في الماء والملح مع شويه فلفل اسود وشويه كمون وورقه رند. بعد ما طاب وبرد حكمت هنايا طرشونه تكون نظيفه بيان سور وعصرته مليح كيما راكم تشوفوا باش الماء كامل اللي فيه يروح. وراكم تشوفوا شحال كميه الماء اللي خرجت. وهنايا بديت نزيد لي زيبيس. درت شويه ثوم بودره كمون فلفل اسود شويه توابل الدجاج اذا متوفرين سينو معليش مع راس الحانوت. خلطت مليح الشيفلور مع كامل لي زيبيس وزدت عليهم علبه تونه بالزيت وبيان سور الزيت كنت نحيته. وزدت ايضا حبه بيض وكميه من الخبز المحمص المرحي يعني لا شابلور. الكميه على حسب كميه الشيفلور. انايا هنايا درت 3 ملاعق كبيره. خلطت الكل جيدا وخليت الخليط تاعي جانبا قيس ما نوجد لاصوص. نجوز لاصوص بلانش. في طنجرة درت كمية من الزيت النباتي طرف دجاج للبنة فقط كما تقدروا تستغناو عليه. بصلة صغيرة مرحية مع 3 فصوص ثوم مرحيين ايضا. وتبلت بالفلفل الاسود شوية قرفة توابل الدجاج مع مكعب جumbo بذوق الدجاج ايضا واختياري تقدروا تستغناو على جumbo ايضا. وبرقت بالماء يكون سخون حتى يتغطى الدجاج. وزدت كمية من الزيتون الاخضر مقطع الى دوائر. غلقت على الطنجرة تاعي وخليتها تطيب على نار متوسطة. نجوزو لي كروكيت. جبت هنايا مقله درت فيها كميه من الزيت النباتي باش تسخن. وجبت الشيفلور تاعي وبديت نشكل لي كروكيت على هذا الشكل ونقلي فيهم في الزيت اللي تكون سخونه بيان سور. بعد ما طابوا درتهم فوق بابي ابسوربون باش زياده تاع الزيت كامل يشربها وما يجوش ميدمين.
هنايا باش لاصوص تاعي تجي شويه ثقيله زدت لها ملعقه كبيره من الفارينه وخلطتها مليح باش تدخل، باش هذيك الفارينه تدخل في لاصوص، وخليتها فوق النار مده 5 دقائق وطفيت عليها. وهذا هو الطبق تاعي نهار اليوم، ننصحكم تجربوه، على بالي راح يعجبكم ويعجب ولادكم، ومنها تبدلوا شويه على لي غوسيت اللي موالفين ديروها. جربوه وخلوا لي رايكم في التعليقات. مع السلامه.